الوصفة دي من جمالها مش هتبطلي تعمليها كده. جربيها على طريقتي هتعجبك قوي بجد. مقرمشة وجميلة. القرنبيط بطريقة خطيرة، جربيه على الطريقة اللي انا هعملها دي وتابعي الفيديو معايا هتعمليه. مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي ابدا. هتلاقيه مقرمش معاكي كده وفعلا زي الكنتاكي. طريقة سهلة وبسيطة، وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. معانا هنا قرنبيطين، 2 حبتين من القرنبيط. هننضفهم كويس ونطلع الزهر بتاعهم، ولو فيها حاجة مش عجبانا هنشيلها وهنطلعه كده الزهرة كده، نقطف الزهرة زهرة كده نطلعها ونشيل العنقود بتاعها من ورا زي ما انتوا شايفين كده. هنطلعها زهرة كده ونقطع بقى العناقيد بتاعتها دي اللي هي الطويلة. هننضفها كده، ايوه زي ما انتوا شايفين كده. وهنسلقها سلقة كويسة، مش عايزين نسلقها قوي، احنا عايزين 5 دقايق بالظبط سليق. وبعد كده تعالوا بقى هنعمل الخلطة الجبارة الجبارة اللي بجد من جمالها هتعتمديها. كل ما يبقى عندك قرنبيط مش هتعمليه غير بالطريقة دي، جربوها هتعجبكم او هتفرق معاكم جدا في القرمشة. ومش هتشرب زيت كتير، وهتديكي قرمشة جميلة ولون جميل وهتديكي طراوة كده حلوة قوي من جوه في القرنبيط. هتعجبك قوي بجد. الجماعة اللي بيعشقوا القرنبيط يعملوا القرنبيط بالطريقة اللي انا هقولك عليها دي وهتحبيها قوي. كده احنا قطعنا القرنبيط معانا. هنجيب حله معانا ونحط شوفي انا برص القرنبيط ازاي. انا عايزه العنقود بتاع القرنبيطايه يكون تحت، يعني الراس بتاعتها تحت والزهرة فوق، عشان انا عايزة السليق يتسلق، العنقود يتسلق كويس. الزهرة كده كده ما بتاخدش سليق كتير، فانا هرصها بالطريقة دي عشان المية تبقى مغطياها كلها وتبقى الزهرة فوق والعنقود تحت. هنحط عليها شوية ملح وشوية كمون ونحطها على النار تاخد مسلقتين كده يا دوبك 5 دقايق بالظبط. هو كده كده ما بياخدش سوا كتير. وهنحضر مع بعض الخلطة بتاعتنا. تعالي بقى للخلطة الجبار. معايا هنا 3 بيضات، 3 معالق كبار خضرة، معلقة كبيرة توم، علبة زبادي، 3 معالق نشا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، والتوابل بتاعتك. تعالوا الأول نحط مع بعض البيض. وحطينا كوباية زبادي، كوباية زبادي كبيرة، لو كوباية مش صغيرة حط 2، دي كوباية كبيرة. ودول 3 معالق من الخضرة، ومعلقة توم كبيرة، ومعلقة بيكنج باودر، و3 معالق من النشا. هنقلبهم مع بعض كده كويس، وبعدين هنزل عليهم بقى بالتوابل الجبارة بتاعتنا. هنضربه بضربتين كده بالمضرب. هتحطي اللبن هنا بقى 2 لبن، وعلى حسب كمية الدقيق برضو اللي معاكي. ممكن تكوني انت هتعملي كمية كبيرة هتضعفي اللبن وهتضعفي الدقيق، فاللبن والدقيق على حسب الكمية اللي عندك. يعني انا عندي الزهرتين بتوع القرنبيط كانوا صغيرين فعملت الكمية دي على قدهم. انت ممكن القرنبيط عندك ما شاء الله اللهم بارك كبير، فهتضعفي الكمية والمقدار معاكي على حسب العدد اللي عندك. هنا حطيت 2 من الدقيق، وحطيت 2 من اللبن وكوبايتين من الدقيق. هتديكي قوام كويس. هبدأ بقى اتبلهم: ملح، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، بابريكا، توابل مشكلة، معلقة كركم. وهنا معلقة الكركم هتديكي الصفار بتاع الكنتاكي وهتديكي اللون الحلو قوي. وهنا طبعا النشا مع الكركم هيديكي القرمشة الجميلة اللي هي فعلا زي الكنتاكي. هنا هنحط معلقة كبيرة من الكركم عشان يديكي الصفار الحلو قوي، اللون الجميل اللي انتوا شفتوه في الاول معاكم ده. هنقلب هنا الخلطة بتاعتنا كويس، هنخلطها مع بعض كده كويس. وقوامها كده معانا جميل. احنا عايزين القوام التقيل يا جماعة، اللي هو ولا خفيفة ولا تقيلة، عايزينها قوامها حلو بحيث ان هي تمسك تعمل غلاف خارجي للقرنبيط من بره. هنا كنا بنبص على القرنبيط بوريكم هو بيغلي ازاي والميه مغطياه من فوق. هنا بقى هنعمل حاجه حلوه في القرنبيط، هنشيله من ميه سخنه نحطه في ميه ساقعه عشان نوقف عمليه السلق. هنا انا عايزه اوقف بقى عمليه السلق، هو خلاص خد السوى المظبوط اللي انا عايزاه. هبدا بقى اوقف التسويه بتاعته، هطلعه من ميه سخنه لميه ساقعه. ميه ساقعه يعني هاتي ميه من التلاجة، ميه تكون ساقعه.
هنطلعه من ميه. ده برضو سر في القرمشه، ان هيديكي قرمشه حلوه قوي وهيديكي غلاف خارجي حلو قوي للقرنبيط. اعملوه بالطريقه دي صدقوني هيعجبكم قوي قوي قوي. هنا هننزل بالقرنبيط في قلب الخلطه، هنغمره كده في الخلطه بتاعته. وهنا حاطين الزيت برضو على النار يسخن، وبعدين نبدأ نحمره. هنا شفتي خدت شالت غلاف كده جميل معاكي، خطيرة بجد يا جماعة. الخلطة دي تحفة، مخلية القرنبيط طعمه حلو، قرمشة حلوة، لونه جميل، فعلا يفتح النفس. جربوه بالطريقة دي صدقيني هيعجبك، ومش هتعملي القرنبيط بعد كده غير بالطريقة اللي انت شفتيها دي. هنا هبدأ احمر في القرنبيط. هنا لازم تكون معاكي حلة او طاسة بس تكون غويطة شوية، عشان احنا عايزين الزيت يكون غزير، بحيث ان القرنبيط الغلاف بتاعه كله يكون مقرمش، مش تاخد لون من تحت وينزل الغلاف منه. اوقات كده لما بيبقى الزيت قليل الغلاف بتاع القرنبيط بينزل معاكي يسقط تحت في قلب الطاسة. انا مش عايزة كده، انا عايزة الزيت الغلاف يبقى مغلف القرنبيطاية كلها كده من بره، الزهرة بتاعت القرنبيط من بره. شوفوا هنا اللهم بارك، خد لون حلو قوي على طول. انت يبقى ايدك في الحاجه وانت بتحمري على طول. هنا ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا زهره القرنبيطه طالعه لونها ايه، لونها تحفه، واخده لون جميل ذهبي حلو ومقرمشه، وعامل طبقه غلاف من بره خطيره. ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما تيجي بقى تطلعي مقلب او دور كده من الطاسه، حاولي تصفي اللي في قلب الطاسه زي ما انا عملت كده بالظبط بالمصفى، وتطلعي اللي واقع من الخلطه منك وانت بتحطي القرنبيط، بحيث لما تيجي تحطي الدور التاني تكون الزيت نظيف، ويكون الحاجه معاكي كويسه، وياخد عشان القرنبيط لما يتحمر ياخد لون كويس، ما يتحرقش منك بسرعه وما ياخدش لون حلو. الطريقه دي مشي بالخطوات كده مظبوط معايا، هيطلع معاكي القرنبيط حلو قوي بجد. هنا كنا حاطين المقلب التاني، حبيت اوريكم بس عشان ما تسيبيش بقيه الحشوات اللي بتنزل منك وتيجي تعملي المقلب التاني ما ياخدش نفس اللون اللي خده معاكي في المقلب الاولاني، اللون الذهبي الجميل ده. شوف اللهم بارك، هنا نفس اللون اللي كان في المقلب الاولاني بتاع القرنبيط اخده في المقلب التاني، والغلاف كويس، متغلفه كويس وواخده لون كويس معاكي، وما اختلفتش ولا اتحرقت منك. وتاخدي بالك من اللون عشان كلها تاخد لون واحد. شوفي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا، خطير والله يا جماعه، بجد كنتاكي وهو كنتاكي. تحسي فعلا ان انت بتاكلي كده، لا والله احلى من الكنتاكي. الشتا بقى واكلات الشتا وروايح الشتا هلت علينا كده، من الاكلات الشتويه الجميله القرنبيط والكرنب، الحاجات الشتوي اللي بتدفي دي. هنخلص الكميه كلها مع بعض وهتشوفوا بقى الجمال، وهتشوفوا الحلاوه، هتشوفوا بقى الجمال والحلاوه كلها بقى، هتشوفوا القرمشه الخطيره. شوفوا ما شاء الله اللهم بارك، كانت هنا الكميه كلها خلصت. شوفوا اللون التحفه، شوفوا القرمشه، شوفوا الغلاف الخارجي بتاعها، ما شاء الله تحفه بجد خطيرة. جربوها وهتعجبكم قوي. لو اول مرة تتفرجي عليا ولو اول مرة تشوفيني، انا بسمة وليد، بقدم سلسلة من الفيديوهات، يا رب تعجبكم يا رب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلك منه كل جديد وتشوفي كل فيديوهاتي. يا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم، ويا رب اكون اقدر فدتكم لو بحاجة بسيطة. لو اول مرة تشوفيني، انا بسمة وليد، يلا روحي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي. اشوفكم في فيديو جديد.